أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حفاظا للوقت أحيي جميع الحاضرين قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فيما مضى من الزمان يقول الناس إن الترحيب يقدر بقدر المرحب به لا بقدر المراحب، ولكنني اليوم أقول أمام الملأ أن الترحيب يقدر بقدر المرحب لا بقدر المرحب به. ذلك لأننا في هذا المركز العريق، لأننا وإن كنا لا نملك إلا الكلمة ولا نستطيع إلا أن نوقظ الهمة ولا نحاول إلا أن نحرك الساكنة بأشعار وبكلمات نورانية القيمة، ولكن أين هذه الألسنة وأين فصاحتها وأين نصاحتها من الترحيب بهؤلاء الملوك الذين هم ملوك الكلمة وأساطين البيان وأمراء الفصاحة وأطباء التعابير وقضاة التراكيب، الذين لو كانت التعابير مدادا لتراحيبهم لنفدت التعابير قبل أن تنفد التراحيب ولو جئنا بمثله مددا. أنتم أيها السادة الكرام، أنتم ضيوفنا العظماء، أنتم الذين لو أرادت كلماتنا الترحيبية أن تزنكم بقدرها لكانت جملة ما تراحبكم بها كأنها فقط تتلو عليكم سورة العبس وأنتم تنتظرون منه سورة الشرح. نعم، فمن أثقل أعباء التراحيب بكم لأن الكلمات تتوارى أمام التراحيب بكم، كلماتنا تستحيي، عباراتنا تخجل، حتى وإن استعرنا من الياسمين أجمل باقته لن نوفيكم حقكم اعترافا بقدركم واعتزازا لمكانتكم. حقا أيها السادة الكرام، حللتم أهلا ووطأتم سهلا، فأهلا بكم بين أبنائكم وأحبائكم الطلبة. ما هي إلا الورود تنثر شذاها لتستقبلكم بكل محبة ومودة وبأحلى ما استطعنا إليه السبيل من عبارات الترحيب. نرحب بكم ونتمنى أن نرى شذا عطركم ينثر على أرجائنا وبمدرستنا، ونقول مرحبا بكم معقول لشروق الشمس وغروبها، مرحبا بكم بعدد النجوم السماء وجمالها، مرحبا بكم حين تتلاطم أمواج البحر بشواطئها، مرحبا بكم عند سقوط قطرات الندى على ورود وأزهارها، مرحبا بكم إذ تعانقت جدران وجودنا مركزنا هذا عطر قدومكم وزينت مساحاته بأعذب عباراتكم التي تنصر بها، التي نتنور بها وسنتنور اليوم بإذن الله تعالى إن شاء الله. مرحبا بكم بكل ما تحملونه من مشاعر الأخوة والإخلاص، وبكل ما تقدمونه من زرع بذور الأخلاقية الطيبة. مرحبا بكم بعدد ما خطته أقلامكم من حروف الجمال، وبعدد ما أزهر بالأرض الزهور. مرحبا بكم، مرحبا ممزوجا بعطر الورد ورائحة البروخ ورائحة البخور بقلوب ملء المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبعث عن روح الأخوة. فكيف نستطيع بهذه الكلمات التي تخزر الميزان،
أن نعبر عن مدى فرحتنا وسرورنا بقدومكم إلينا، إذ كل شيء يرحب بكم، وكل شيء يبتسم فرحا بقدومكم، وكل شيء يتمنى مشاركتكم وتفاعلكم وإبداعاتكم الراعية. حياكم الله يا السادة. حقا أسعدنا الله بوجودكم معنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة معنا بإذن الله تعالى. وفي انتظار مشاركتكم وتفاعلكم، انتظار ما تفيض به أقلامنا وتتزين به كلماتنا، كما نتمنى من كل قلوبنا أن تكون وجوهنا قمرا ساطعا بنور حضوركم وضيائكم. هيا أيدينا نمده إليكم آملين أن تسعدكم ما نقدمه من أزهار الورد والريحان، ونصوغ لكم من فن الشعر ألوانه. أسعدنا الله بوجودكم وأفرحنا الله بكم. في كعبة كانت الأشعار طوافا، في قلعة، لا أقول قلعة أقول كعبة، في كعبة كانت الأشعار طوافا، تطوف قافيتي في الجو رفرافا. إحرامها جودة الألفاظ من نسل، إحرامها جودة الألفاظ ناصعة، تقول لبيك يا معنى إذا شافها. في منطق الشعر ما أحلى من العسل، وما يفرح دون الشك أضيافا، وكل ما فيه كم أغلى من الذهب، يا بارك الله في شعر الذي رافا. إن كان عمق بحور الكون في خجل أن يحمل الناس نحو القصد إلطافا، لكنما الشعر أوفى الناس حاجتهم ويحمل الكون آلافا وآلافا. بئي أراحبكم أنظار قبلتنا وحلية الكوم إشفاقا وإشرافا. قدومكم ربيع القلب عند شتاء، قدومكم كبسات النور أعرافا. قدومكم كربيع الكون عند شتاء، قدومكم كبسات النور أعرافا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ustaz begin by eulogizing Allah and seek for the blessing upon the soul of the noblest mankind, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He began to say that, who is he? I will represent myself as he. He said, who am I? To greet the personalities whom your success cannot be compromised. He said, who am I? To greet you when everything in this life has already greeting you all the time. You are welcome to one of your work. You are welcome to where you would love to be. You are welcome to the great work you have imparted in the students. And he said, we cannot even appreciate you as much as we could, but we ask Allah to greet you by himself. He continued to say that the trees and the wheels and everything around here is already greeting you. And he ended the greeting with a great poem that is affiliated to Kaaba, mentioning the good things around Kaaba that is already greeting you. Wọ́n ní bò làwọn ti kí yín lẹ́yìn tó jásí pé yìí ni gbogbo ayé ń kí. À ń kí wọlé bàbá wa Fadilatu Sheikh Muhammad Thawban Adam Abdullah Al-Ilori. À ń kí wọlé bàbá wa gbà sí ìjókòó oríire yìí wípé kọ́lọ́n bá wa kí yín ju bá a ti lè kí yín lọ. Kọ́lọ́n kó jẹ́ kíkí kí yín ó ṣàǹfààní fún wa kó máa bọ́ sípò ọmọ kéwú kí àfáà rẹ̀ àgbà. Kí Ọlọ́run kó dákun kó jọ jàre. Ọba tó ní ẹ mọ ìfẹ́ kẹ́sì máa ń ṣiṣẹ́ tọ̀ látàná àjọ ń bẹ níbi tá a ti ń ṣàdúrà fáwọn àgbàlagbà náà ni. Lẹ́ni náà tún ti rí yín kódà dá yín rí àrí yín tẹbítẹbí láti lè wá tún wo ìkan nínú àwọn iṣẹ́ Ọlọ́run iṣẹ́ eré tọ́lọ̀ ní ẹ máa ṣe.
iṣẹ́ rere tọ́lọ́run ni ó tàtàrà ni ó bí wa jáde iṣẹ́ rere tọ́lọ́run ní káwa náà máa bomi sí kó sì máa yè iṣẹ́ rere tí ọ̀kan nú àwọn tí a lè ta dànù nú oore Sheikh Adam Abdullahi Ìlọrin táwọn náà ń ṣe ń bì ọba mi kó jọ jàre kó dákun kó jọ kó jẹ́ mi àlàáfíà yẹn ó gùn Dr. Murtado Ọ̀tán wọ́n ti ń bẹ pẹ̀lú wa nígbà tá à ń kí ìwọlé bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí Fadilatu Sheikh Muhammad Thawban Adam Abdullahi Ìlọrin ọlọ́run kí ó járe wọn pẹ́ Àmín. bàbá wa gba almudir wọ́n ń kí wọn bàbá wa Sheikh wa Shafi' Alaye wọ́n ń kí wọn wípé àwọn mọ̀rírì yín o kọ́lọ́hún kó dákun kó jẹ́ mi àlàáfíà yín ó gùn fún wa. Àmín. ọlá ìfẹ́ ànábì sallallahu alayhi wa sallam.